بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نستطيع أن نسمي ما حدث بين بعض إخواننا بفتنة دربال، من باب أنه افتتن به مجموعة من الشباب يعدون على الأصابع، تسلط عليهم كالجهجاه وصار يسوقهم بعصاه كالقحطاني، فعجبنا من صنيع الله به حيث فضحه الله باعترافه على نفسه اعتراف المجاهرين وإقراره بجرمه إقرار المصرين، فخرج من دائرة المعافين وكثر الشهود على نفسه يوم الدين. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. ألا فليعلم هو وغيره من المتربصين والكائدين أن الله سبحانه وتعالى لا يهدي كيد الخائنين. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقرئت يدفع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور، والخوان كثير الخيانة والغدر، يكرهه الله ويبغضه. والكفور هو كثير الكفر بنعم الله، كلها صيغ مبالغة، فهو خوان وكفور. والمشركون وأهل البدع خوانون كافرون بنعم الله، وأما أهل السنة فهم الأمناء العدول الشاكرون لنعم الله. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الشخص اسمه دربال، هذا الاسم القبيح الذي يستعمله في منشوراته لا يليق أن يبقيه إلا إذا كان متصفا به. لا يرضى الحسن إلا بالحسن، أما الذي يرضى بالقبح فهو قبيح. ومن السنة تغيير الأسماء القبيحة واستبدالها بالأسماء الحسنة والكنى الطيبة، فمن كان لقبه العائلي قبيحا ولم يتمكن من تغييره فلا حرج عليه، ولكن لا أقل من هجره وعدم استعماله إلا لضرورة التعريف في الوثائق الرسمية. ولا يخفى أن قبح الاسم عنوان قبح المسمى. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله، يعني قبيلة أسلم، أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله. قال ابن القيم رحمه الله كما في تحفة المودود أن قبح الاسم عنوان قبح المسمى، وذكر بيتا من الشعر: وقل وإن أبصرت عينك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. الدربالة، هذا دربال من الدربالة، والدربالة بالكسر ثوب خشن يلبسه الشحاذون، وبه كنوا أبا دربالة، وهي عامية كما ذكره صاحب تاج العروس. وأبو دربالة عندنا في الغرب يستعمله الصوفية، الصوفي الزاهد الذي يلبس الخشن من الثياب. فدربال أو دربال الفتان له نصيب من اسمه القبيح، لأن هذا الاسم مشهور عند الصوفية وصاحبه مقدم عندهم. والصوفية وأهل البدع عموما يحاربون أهل السنة بكل الطرق. وقرأ كتاب أحمد حماني رحمه الله: صراع بين السنة والبدعة، محاولة اغتيال عبد الحميد بن باديس، وكيف أرسلوا إليه مريدا صوفيا ينتمي لطريقة ابن عليوة الصوفي من مستغانم إلى قسنطينة، ولكن الله سلم ونجى الله الإمام، كما سلم من فتنة دربال حيث فضحه الله بلسانه. انظروا يا رعاكم الله، فضحه الله بلسانه وخط فضائحه ببنانه، وهذه تكفي في بيان صحة منهج أهل السنة، وأنهم على الحق المبين وعلى الصراط المستقيم، حيث يفضح الله كل مندس وينفي عن الصفوف كل رجس، ويكفي أهل السنة شر كل ذي شر، وينصرهم الله على من أراد بهم الكيد والضر.
وصدق شيخنا أبو عبد المعز في مقولة اشتهرت عنه: كل من أراد تحطيم هذه الدعوة المباركة سيتولاه الله بعدله والأيام بيننا. وذكرني فعل دربال حيث هرب من الفيسبوك وهذه الوسائل هروبا كفعل الشيطان يوم بدر، ويا ليته قال مثل ما قال الشيطان، فالفعل فعل الشياطين ولكنه لم يقل قولهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذن فولى الدبر ونكص على عقبيه وهرب مثل الشيطان، ولكن كان الأولى به أن يقول إني أخاف الله رب العالمين كما قاله الشيطان الرجيم، ولكن يأبى الله إلا أن يجعل هؤلاء عبرة لمن يعتبر. نسأل الله أن يسلمنا ويعافينا. وذكرتني رسالة دربال التي بعث بها وهو يعترف بجرمه ويقر بقبائحه، خطبة يلقيها الشيطان على أتباعه يوم الدين. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال: وما كان لي عليكم من سلطان، وصدق في هذا. السلطان سلطانان: سلطان الحجة والبرهان، وسلطان القهر والتسلط. فهو لم يكن له عليهم حجة، لا علم ولا بيان ولا برهان ولا تسلط ولا قهر، وإنما هم الذين اتبعوه وهم الذين انقادوا خلفه بأيسر الخطب. وهذا دليل خفة العقول والطيش، كما قال صلى الله عليه وسلم: يعني أناس في خفة الطير وأحلام السباع. أحلام السباع يعني كأصحاب الأخلاق الوحشية، وخفة الطير في السرعة والتسرع إلى كل ما تهواه الأنفس. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وصدق الله إذ يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإذ يقول: إنما سلطانه على الذين يتولونه. فهؤلاء يهيمن عليهم الشيطان ويغلبهم ويقهرهم، ذلك أنهم اتبعوه. والله عز وجل يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن خطوات الشيطان الأخذ عن المجاهيل وعدم التثبت في أخبارهم وما ينشرون، وترك الأصول التي اتفق عليها أهل العلم ومستندها الكتاب والسنة. ومن ذلك عدم جرح الأمناء العدول إلا بما يكون جرحا مفسرا من أهل العلم، وعدم الأخذ عن كل من هب ودب ممن يتكلمون في هذا الدين. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالله إخواني الكرام، في الأمانة التي خولكم الله إياها، وفي شكر الله عز وجل على النعمة التي أسداها لكم وأسداها لنا، وهي نعمة الاستقامة على طريق الحق. فالاستقامة خير من 1000 كرامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتبع أهواءهم. الاستقامة على دين الحق ليست هي اتباع الأهواء،
وليست هي الجري وراء مرضى النفوس. الاستقامة على الدين كما أمر رب العالمين: قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة تعرف بسلوك طريق العلم والفقه في الدين والعمل. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كل من سلك طريق العلم لأجل العمل ولأجل مرضاة الله ويريد طريق الجنة وفقه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا سبيل الضلال والردى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.